تي اكس 1 من فيبرسو. تعالوا نشوف الانبوكسنج. يلا. من فيبرسو الجي تي اكس 1 برو، جهاز ام تي ال حق محبين تانكات سحبات الزقاره، ويجيب 0.6 و 1.2 ميش كويل، 3000 بطاريته، ويشتغل من 5 ل 40. هذا اللون الازرق اكسلانس، كاباسيتي تانك 3 ملي، وهذا سكراتش كود، تاكد منه منتجك اصلي ولا لا. يلا نفتحه. جهاز ملمسه مخملي اكسلانس، شوف اللون. وهذا التانك مالي مع مبسم مع مبسم ثاني اكبر، اذا تبي تستخدمه على 0.6 يمكن تبي تسحب اكثر. لو من فوق هذا اير فلو ام تي ال، حبتين تقدر تخلي شوف العيارات مثل ما انت تبي، تفتحه كامل، تعبئه من فوق تفره وتعبي، انتي ليك ممتاز التعبئه صراحه. والكويل يركب منه، هذا الكويل تسحبه وتركب الكويل الثاني، يعني مع كويل الثاني اللي هو 1.2 واللي راكب 0.6 يا سكرانس. كيبل الشحن وجام اضافيه مع الربلات. قررت اعبيه 12 نكتين على 0.6 مالنا 12 نكتين مو 18، فان شاء الله ما راح يكون حاكم اي فتحه من الفتحات، بس تدخل النكهه داخل وتعبي 3 ملي من الجوس اللي انت تحبه، والركبه على الجهاز 1 2 3 4 5 كالمعهود. طبعا في زر هني تكفل وتفتح الجهاز، تكفل التحكم كامل او تفتحه من هني، تعلي وتقصر على الواط. طبعا الاير فلو 0 1، شوف 1 تحطه على رقم 1 يفتح لك وحده، تحطه على رقم 2 يفتح لك فتحتين، تحطه على رقم 3 يفتحهم كامل، لكن انا راح اخليه كذي 3 فتحات تقريبا. يلا اصعد فوق يلا. شايف الجهاز، شايف روعه الديزاين يا سكناس، تحس هو ربل بس تحسه مخملي، كانه ملمس المخمل. واللي اوتو درون مستحيل. الفليفر بريول 2 فليفر مش كويل 12 نكتين. انا حاسب حكومه النكتين ولذه الفليفر 2 في 1 اكسلانس، لكن حاسب حكومه النكتين بما انه فري بيز و12 نكتين على 0.6، وقررت اجرب ال 1.2 على 50 نكتين صوت. بلشت تجربته اكسلانس، خليك معي بالستوري اول باول لحد الريفيو. اكسلانس.